قدم البرتغالي ميغيل روبيرو اعتذاره لمسؤولي شركة نادي النصر السعودي عن عدم تولي منصب المدير الرياضي في الفترة المقبلة. أشارت الصحيفة الرياضية السعودية إلى أن مسؤولي النصر أبدوا استغرابهم من موقف ميغيل بالاعتذار عن العمل بمنصب المدير الرياضي رغم الاتفاق المسبق معه. وكان من المقرر أن يحضر البرتغالي ميغيل روبيرو إلى الرياض العاصمة السعودية لمشاهدة عمل النادي عن قرب ثم توقيع عقده مع الإدارة بشكل رسمي. وجاءت مفاوضات شركة نادي النصر مع ميغيل روبيرو في الفترة الماضية بتوصية من مواطنيه البرتغاليين كريستيانو رونالدو والمدرب لويس كاسترو. وبدأت شركة نادي النصر في البحث عن مدير رياضي آخر ليتولى المهمة، وذلك بعد اعتذار ميغيل روبيرو بشكل مفاجئ. وعمل ميغيل سابقا مديرا رياضيا في نادي مارتيميو عام 2015 قبل أن يصبح رئيسا لنادي فامليكاو، وحصل على جائزة التميز الرياضي في نوفمبر الماضي من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. استعان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بستة لاعبين من فئة الشباب في تدريبات الفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي. واستدعى المدرب البرتغالي 6 لاعبين من درجة الشباب في تدريبات الفريق، وهم فارس أفندي، عواد أمان، خالد كمال، مرزوق تنبكتي، مشاري النمر، وعبد العزيز العليوة. وفي سياق متصل شهدت تدريبات النصر مساء الأربعاء خوض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق تدريبا استرجاعيا في صالة الحديد، بينما خضع ثلاثي عبد الإله العمري ومحمد ألفتيل وسلطان الغنام لجلسات علاجية في عيادة النادي بسبب إصابات متفرقة تعرضوا لها. وأدى لاعبو النصر تدريبات لياقية وتكتيكية خفيفة على لاعبيه بسبب الإرهاق استعدادا لمواجهة الكلاسيكو في الجولة 24 من دوري روشان السعودي حسب ما ذكرت الصحيفة الرياضية السعودية. ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في تمام 10 مساء يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، أي 9 مساء بتوقيت القاهرة. تلقى نادي النصر السعودي ضربة قوية قبل مواجهة غريمه الأهلي الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري بعد تأكيد غياب الثنائي الدفاعي محمد ألفتيل وعبد الإله العمري عن اللقاء بسبب الإصابة. وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر سوف يفتقد جهود الثنائي محمد ألفتيل وعبد الإله العمري في مواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبين أمس أمام العين الإماراتي. وأشارت الجريدة إلى أن الثلاثي عبد الرحمن غريب، عبد الإله العمري، ومحمد ألفتيل سوف يخضعون لكشف أشعة اليوم في الرياض من أجل تحديد حجم الإصابات. وأوضحت الجريدة أن الثنائي عبد الإله العمري وعبد الرحمن غريب يعانيان من إصابة في عضلة الساق، بينما محمد ألفتيل أصيب في العضلة الضامة أمس أمام العين. وتابعت الجريدة أن الأشعة التي سيجريها عبد الرحمن غريب اليوم سوف تحدد موقفه من خوض مواجهة الأهلي من عدمها. وكان نادي النصر ودع دوري أبطال آسيا بالخسارة من العين الإماراتي أمس بركلات الترجيح بثلاثية لهدف بعد التعادل ب4 أهداف لمثلها في مجموع المباراتين. انتقد ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي نادي النصر بسبب كثرة الإصابات العضلية التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية. وودع نادي النصر منافسات دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام العين بهدف لثلاثية بركلات الترجيح عقب الفوز في الوقت الأصلي ب4 أهداف ل3، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف دون رد. وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة إكس: 3 إصابات في مباراة واحدة وغريب عائد من إصابة. الإعداد والوقاية لم تخدم الفريق بشكل كبير مع أول اختبار قوي خصوصا للعمري وفتيل. وأضاف: خسارة كبيرة بسبب الإصابات من بعد التوقف الدولي، إصابات عضلية بالجملة للأسف يحتاج لوقفة معها كريستيانو، وليد عبد الله، رغد النجار، عبد الرحمن غريب، محمد ألفتيل، عبد الإله العمري، تاليسكا، سلطان الغنام، أوسبينا، وعزيز بيهيتش. يواصل الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره النصر الجمعة المقبل في تمام 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشان السعودي للمحترفين. ويعد الأهلي هو المستفيد الأكبر من كثرة الإصابات التي ضربت معسكر نادي النصر والذي يعاني خلال الفترة الحالية من سوء النتائج.
نفت مصادر مطلعة في نادي القادسية السعودي لكرة القدم صحة الأخبار التي جرى تداولها مؤخرا حول ارتباط اسم المدرب البرتغالي جوزي مورينيو بتدريب الفريق. كان مورينيو قد مازح الحاضرين في نزال الملاكمة الذي أقيم أول من أمس الجمعة بأنه ينتظر عرضا قبل سفره صباح الأحد للتدريب في السعودية. أثار تصريح مورينيو موجة من التكهنات حول وجهته المحتملة، حيث تداولت بعض التقارير أنباء عن إمكانية تدريبه فريق القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودية له. لكن صحيفة الشرق الأوسط أكدت نقلا عن مصادر في نادي القادسية الأحد بأن المدرب البرتغالي المعروف بسبيشال وان لا يدرب الفريق. وأكدت المصادر بشكل قاطع عدم وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع مورينيو، مؤكدة أن النادي لم يتقدم بأي عرض له، مما دفع البعض للتكهن بأن المدرب البرتغالي قد وجد ضالته بتدريب أحد الأندية السعودية الكبرى الأخرى مثل الشباب أو الناصر أو الأهلي أو الاتحاد. كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية تفيد بترقب الألماني ماتياس يايسلي المدير الفني لفريق أهل جدة السعودي لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب محمد المشحد نجم خط الوسط. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم نادي أهل جدة صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة لخوض الكلاسيكو المرتقب أمام النصر صاحب الوصافة ب 53 نقطة يوم الجمعة المقبل في الجولة 24 من الدوري. ويتطلع يايسلي إلى استعادة محمد المشحد إلى التدريبات الجماعية بعدما خضع لفحص بالأشعة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة التعاون التي كسبها الفريق الجدوي بهدف نظيف السبت الماضي في الجولة 23 دوري روشن السعودي. وفي سياق متصل، عاود النادي الأهلي تحضيراته الجماعية الأحد بتمارين استرجاعية جرت المساء بدلاً عن موعدها السابق في الفترة الصباحية. وفضل الألماني ماتياس يايسلي مدرب الراقي تأخير موعد التمارين الاسترجاعية حتى يتعود اللاعبون على التوقيت الجديد تزامنا مع شهر رمضان المبارك. انتقد يوسف خميس لاعب النصر السابق كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مشيرا إلى أنه ليس القائد المناسب للفريق. وقال خميس في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: كاسترو لا يزال يعبث بالنصر، الفريق ليس لديه قائد داخل الملعب، وأحترم تاريخ رونالدو لكنه لا يستطيع أن يكون قائدا ويدير الفريق. وأضاف: رونالدو أهدر فرصا كبيرة من انفرادات في مباراتي الذهاب والإياب، وهذا شيء غير طبيعي، خصوصا أن أي لاعب آخر كان يمكنه تسجيلها. وأتم: الأخطاء التي ارتكبها النصر في مباراة الذهاب تكررت في موقعة الإياب، بدليل أن لاعب واحد سجل 3 أهداف في مرمى الفريق بنفس الطريقة. ووجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المراسل رسالة للنصراويين بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا. وكتب المراسل عبر حسابه على منصة إكس قائلا: أكثر شيء